إلا بالبودرة بالطفاية اللي انتم شايفينها هذه. لذلك كل واحد لو رجع للبيت يزكن ان تكون عنده طفاية وتكون موقعها مرتفع، على اساس الاطفال اللي بالبيت ما يقدرون يلعبون فيها، لان هذه وش تسبب ضيقة تنفس، وراح تنتشر. هي زي الطحين راح تنتشر داخل البيت. يعني لذلك يا سمح الله لو فيه عندي احتراق بالمطبخ ما اكون بعيد عن الباب، اكون قريب من الباب اي غرفة، بخلي الباب بعيد مني، اكون قابل الحريق والباب يكون قريب مني بالخلف. هذه ضغطها قوي، كل ما ضغطت كل ما زادت معي. انا ما اجي ادخل داخل الغرفه واخلي الهواء قدام واقعد ابخ كذا تنتشر البودره، لازم اكون قريب من الباب. واضح؟ طيب ليش تكون قريب من الباب؟ عشان ما يدخل الحريق. ليه؟ علشان علشان لازم نعلقها وين؟ في الجدار. خلوكم معي. تعلم هنا وشلون تفك الطفاية، تعلم وشلون تفكها وتستخدمها. انتبه، ما اجي انزلها من على جدار واتجه على طول موقع الحريق، لا هذا غلط. اول افحصها بضغطه خفيفه، اشوف هي شغاله ولا لا. بعضهن لا جيت تعبيها يكون الربله اللي داخل تنسم الهواء المضغوط. معي يا شباب؟ لازم افحصها قبل ما ادخل للغرفه اللي فيها الحريق. اذا شفت انها تعطي بودره شغاله ادخل باتجاه الغرفه، ما ابعد عن الباب وانا باتجاهي كذا. ولا جيت اوقف اطفي بالشكل هذا، رجلي سواء انا ايمن ولا اشذر ولا يسر، اخلي رجلي قدام وايدي تكون على اخر الخرطوم. وبعدها ابدا بعمليه التطفئه. عيوني يكون وين؟ على النار. هذه سهل فكها. وبعدها اشيل الخابور. ما تشوف؟ انت تروح